دول اللي كانوا بيعلمونا للدنيا عشان نطلع للدنيا بره. لما تخلص الجامعة هترتاح. تمام. استنى هقول لك. لا استنى انا مش هعدي الحته دي. انت كده فرقت ايه عن امي؟ ماشي. يا مرحب يا مرحب. حلقة جديدة في البودكاست بتاعكم. ربنا يستر علينا الحلقة ديت. ماشي. هنروح المعتقلات بس ربنا يسترها علينا. الحلقة النهاردة يعني احنا حاجة كده بسيطة كده ان شاء الله تعجبكم، بس هي عن التعليم في مصر. هو التوبيك النهارده عن التعليم او التعليم م. بشكل عام اكتر. يعني احنا الاتنين بشوي خلص دراسته وخلص جامعته في مصر، وانا خلصت دراستي وكان جزء منها بره وكان جزء منها في مصر، جزء كبير منها في مصر اكتر. فهنشارك خبرتنا فيها او احنا شايفينها ازاي من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر جيلنا احنا. هنشارك ده ويا رب بس ما يحصلش حاجة. انا بالنسبة لي عادي، فبشوي هو اللي هيعتقل في اخر الحلقة. هتوحشني ماكس. لا هتوحشني قوي الصراحة. المهم ماشي. نسمي الله ونبدأ. اه انت عامل انا ايه هرشم بشوي؟ انا الصليب في قلبي، انا هرشم انا الصليب في قلبي. ماشي. كمل 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 كمل. وحدة وطنية وحدة وطنية. يا عم قول اي حاجة. شوف ماشي. هتعمل ايه ويلا. اي حاجة اي حاجة. باسم الصليب يا ابني ودم النبي. صلى على النبي يا نصر. صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. طيب ماشي. انت عامل ايه يا بيشو؟ انا زي الفل يا اسطى، تمام الحمد لله. انت شفت احنا امبارح يا اسطى احنا كنا عاملين ازاي؟ احنا امبارح احنا الاتنين كنا ميتين. الحلقة تمام. كانت المفروض تتصور امبارح الحمد ما لله اتصورتش. كانت المفروض هتتصور امبارح، بس احنا الحمد لله انا وهو متنا حرفيا. انا كنت بس تعبان طول فما اليوم وهو كان تعبان كمان، فما عرفناش نعمل اي حاجة. قدرناش نعمل بس اي الحمد حاجه. لله دلوقتي احسن يعني. ف يلا بدأنا بينا. نشتغل. المهم يلا بينا. طيب انا عايزك انت اللي تبدأ كده من عندك، تقول لي ايه رأيك انت في التعليم بشكل عام. يعني انت من وجهة نظرك التعليم دوت انت شايفه ازاي؟ سيبك من اللي احنا اتعلمناه او اللي احنا دخلناه. انا عايزك انت من وجهة نظرك كان التعليم ممكن يبقى عامل ازاي. ممكن يبقى عامل ازاي ولا هو عامل اه ازاي اوريدي؟ لا لا لا، سيبك من ان هو عامل ازاي. اصل هو عامل ازاي هو زي الزفت الحمد لله يعني، وبالذات عندنا في مصر فتمام. بس يعني انا عايزك انت تقول لي هو انت بالنسبة لك ممكن يبقى عامل ازاي، هقول لك عشان تقول ده تعليم، ده هقول تعليم لك انا فعلا بجد. شايفه من وجهة نظري ازاي. اه. من وجهة نظري انا شايف حتة التعليم، انا واحد من الناس مفيش امتحان في الدنيا دي امم. كلها انا كنت بخاف منه او شايل هم ان انا انجح او اسقط. امم. وما بقولكش ان انا كنت بجيب مجاميع عالية ولا كنت بجيب درجات عالية ولا الكلام ده كله، لا بس انا كنت بنجح في كل امتحان بخش. انا كنت بنجح، ما شلتش مادة ولا سنة. ف... امم. فدي بالنسبة لي. وده برضو يعني حاجة ترجع لأهلي، عمرهم ما حطوا عليا ضغط انت لازم تجيب الدرجة دي، لازم مش امم. عارف ايه. فاللي هو انا كنت بخش الامتحان الناس كلها في رهبة وفي مش عارف ايه، ولازم اجيب مجموع ولازم لا ولازم لا. ولازم. انا اه لا عمري لا. ما عمري كان في دماغي. وده سبب من الاسباب ان انا ما دخلتش تالتة ثانوي في مصر على فكرة، ان انا مش امم. عايز اخش انا في السكة دي. يعني حتى قبل ما اصلا تعرف انت نجحت في تانية ثانوي وما نجحتش، لقيت صحابي كلهم امم. بيحجزوا دروس. فاهم؟ فاهم. فاللي هو وانا قاعد عادي، فاهم؟ اللي هو انا تمام، لان انا فعلا خلصت تانية ثانوي في مصر واتكلت على الله. فاهم؟ بس اللي هو ما جبتها من بس قصرها. بس هقول لك على حاجة. يعني انت شايف ان هو حلو التعليم او التعليم دوت انت شايفه حلو؟ في مصر اه. هقول لك على حاجة. امم. دي برضو نقطة بونص تروح لمصر على فكرة. تمام. تمام. انا لما خلصت
تانية ثانوي في مصر ومشيت. مم. احسب فيه 3 سنين انا ما دخلتش فيهم اي حاجة تمس الدراسة بصلة. ده يعني بعد ما في انت سافرت. في سنة منهم كانت في مصر انا بجهز مم. نفسي للسفر، او مش هقول سنة، مم. اقول 6 شهور مثلا. مثلا. 6 شهور حاجة كده، بجهز مم. نفسي للسفر. اللي هو انت بتشتغل وبتحوش ومش عارف ايه وبتظبط ورقك والكلام ده كله. فاهمك. وسافرت 2 سنين، انت بتجهز نفسك، بتجهز سكنك، بتعمل شغلك فاهم، انت عايز مم. تظبط نفسك في دراسة. تمام. تمام، وانت ما كملتش مدرسة، مم. معكش ثانوية. تمام. مم. فقررت ان انا اخش المدرسة واكمل الثانوية العامة. تمام. تمام، فجيت اخش المدرسة. مم. انا مش هينفع اروح كل يوم المدرسة، او مش هينفع حتى اروح 3 ايام في الاسبوع، مم. لان مش هعرف اشتغل. هو انا مش هتصل باهلي اقول لهم ابعتوا لي فلوس، ما ينفعش. فاهم، اللي هو ماشي. انت خدت القرار، فاللي هو قرارك. فاهم، البسه قرار بقى، قرارك انت، فاهم، البسه خلاص البس بقى واتعامل. انت ايوه. البس الخازوق واتعامل معاه. ايوه. فاللي هو ايه، فقررت ان انا اخدها اونلاين. تمام. تمام. تمام، فخدتها اونلاين. ده اللي هو مع نفسي، انت بتذاكر لوحدك حرفيا. تمام. بس الكلام ده كان من كام سنة مثلا؟ الكلام ده يعني كملت. بالظبط مم. من 5 سنين. 5 سنين. من 5 سنين. طب المفروض من اتخرجت. انت المفروض اتخرجت ولا لسه آخر سنة؟ أنا اتخرجت السنة اللي فاتت، أول ما السنة عشان اللي كده فاتت. مستغرب، ما انا عشان كده مستغرب، قعدت ال4 سنين ماشي. اه فاهم. ايوه فاللي ايوه. هو ايه، انت حرفيا، انا دخلت وباخد الهاي سكول وبذاكر لوحدي في البيت. فلقيت ان في فرصة ان انا اروح مكان في الجامعة بيساعد، مكان في جامعة معينة بيساعد على ان انت تاخد شهادة الثانوية العامة بسرعة، او بيساعدك لان انت بتدرس 4 مواد مم. في مجالات مختلفة، وبتبقى الأسئلة عامة وامتحان كبير جدا بامتحان واحد. هو بيديك الثانوية العامة كلها، فامتحان بتقعد ايوه تذاكر فاهم. له كتير في 4 مواد. تمام، فانت دخلت الجامعة من مم. هنا. البونص بقى اللي انا كنت بتكلم عليه لمصر، لما دخلت الجامعة عشان اذاكر للامتحان ده، انا لقيت نفسي انا عارف حاجات ناس اكبر مني سنا بيحاولوا ياخدوا الثانوية العامة دي مش عارفينها. مم. فاهم، مثال، انا دلوقتي مثلا ما كنتش في مدرسة هاي، بس كنت في مدرسة انترناشونال. تمام. تمام. مم. فانت بتاخد مثلا كيمستري، وبتاخد بيولوجي، وبتاخد فيزيكس، وبتاخد جيومتري، وبتاخد الجبرا، وترابيزات بلياردو وبنج. وبتاخد حاجات كتير قوي، تمام. مجالات مختلفة كتير مم. قوي. ايوه. تمام. ومتفصصة. اه، متفصصة حتة متفصصة. حتة، مم. ومتفصصة من وانت في اعدادي. ايوه ده حقيقي. تمام. فالناس دي ما يعرفوش يعني ايه كيمياء، ويعني ايه فيزياء، ويعني ايه مش عارف ايه. فانت مثلا تيجي تديهم مثلث 3 اضلاع، ده اسمه ايه، ما يعرفوهوش. مم. تمام، تيجي تسألهم في الفيزياء او في الكيمياء السامبل ده المعادلة نوعه ديت ايه، او مثلا المعادلة دي ايه في ايه، يدينا ايه، هم مش عارفينها. مم. انت الحاجات دي انت واخدها من وانت في اعدادي، فانت اوريدي طالع عندك فكرة على الاقل على الحاجات دي. ايوه. فاهم. بس فهي دي هقول لك البونص فعلا بقى، لمصر انا فعلا. شايف المدرسة عموما هي مم. وسيلة، مش هي اللي بتحدد مستقبلك، بس هي اللي بتبني مخك، او هي اللي بتساعدك ازاي تفكر، او ازاي تبص مم. للدنيا دي بشكل معين. مش هي اللي بتحدد مستقبلك، انت اللي بتحدد فعلا المستقبل انت اللي بتاعك. بتحدد. فاهم. بس ده الفكر بتاعك انت، لكن المنظومة مم. نفسها تفكيرها عقيم شوية، فبتخليك حاسس ان هي دي اللي موقفة حياتك، هي دي اللي هتوقف حياتك لو ما عملتهاش. فالناس كلها بيجي بدليل لها تالتة بانيك، ثانوي. بدليل بدليل تالتة التنسيق ثانوي. وتالتة ثانوي اه والكلام ده كله. بالظبط. هو ده اللي تمام. بيوقف الموضوع. بس
احنا في جيلنا احنا في ناس كتير امم قوي شافت طريقها في حاجات تانية هم بيحبوها. وعلى فكرة أنا هقول لك على حاجة. اللي عايز يتعلم حاجة هيتعلمها من غير ما يبقى مكمل الدراسة بتاعته. في جيلنا احنا بالذات. اه تمام. في جيلنا احنا. بالذات اكتر لما اول ما النت بقى في مصر جامد، بقى عندنا السوشيال ميديا جامدة، تمام، الدنيا ديت بقت جامدة، فأي حاجة بقت على النت. ده حقيقي. فاللي عايز فعلا يتعلم حاجة هو فعلا هيتعلمها بسهولة، ده حقيقي. وهيعرف يلاقي الحاجات على طول، الماتيريال اللي هو كان بيدور عليها. احنا كنا زمان، تمام، او مش يعني، انا بالنسبة لي يعني اللي انا سمعته، كان في ناس بتدور على الكتب وعلى الحاجات. لكن اول ما النت جه وقعدوا واتكلموا ودوروا على النت والكلام دوت، ماشي، لقوا الحاجات بسهولة جدا اللي هم كانوا بيدوروا عليها، وبينزلوا من هنا وهنا 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 وهنا، تمام، عشان يدوروا على الكتاب. عنتيت على عينتت عليه. ده حقيقي. تمام. النت سهل الدنيا على الناس، مفيش مشكلة، التكنولوجيا سهلت الدنيا على الناس، كل حاجة حرفيا سهلت. وده أثر برضك على التعليم. يعني أنا ديت بقى اللي شايفها برضك إن ده أثر على التعليم. فهنا هرجع للسؤال اللي أنا عايز أسأله، اللي هو تفتكر الناس اللي اتعلمت زمان أحسن، ولا الناس دلوقتي أحسن اللي هي بالتابلت والتكنولوجيا دلوقتي؟ بص، فأنت احنا تفتكر احنا مش مختلفين، وما افتكرش ان في إمم، اي حد مختلف. ان اذا كان جيلنا احنا او الجيل الجديد اللي لسه طالع، العيال الصغيرة دول، إمم، احنا مش فاهمين عن الجيل القديم بمراحل. محدش فينا مختلف عن النقطة دي، كبير او صغير، لسبب لأ، اختلاف الجيل واختلاف التكنولوجيا، واحنا كبرنا على ايه وانتوا كبرتوا على ايه والكلام ده كله. مع ان برضه هقول لكم على حاجة. احنا لما لو هنتكلم في التكنولوجيا، فالمدارس بالنسبة لنا احنا بالذات، يعني الكمبيوتر لما كنا بنخش الحصة دي كنا بنفتح بينت، بنقعد نرسم، ما بنعملش حاجة. بنقعد نرسم ف... فاللي هو وصدّقني وفي أوقات أنا كنت باستنى لغاية لمّا الكمبيوتر كمان يتفتح قدّامي، فاهمني؟ ده فانا حاجة فاكر ان تانية. احنا نزلنا ميدل قبل كده انا فاكر والله ان احنا نزلنا ميدل في المدرسة قبل كده. يعني آه، حاولنا نعمل كذا حاجة يعني، ونقعد نلعب كوتشينة والالعاب اللي على الويندوز دي. الألعاب اللي على الويندوز ديّة لمّا نزلت، فاحنا الألعاب اللي على الويندوز ديّة هي ديّة أكتر حاجة ممكن كنا بنقضّي بيها وقت، فاهم. بنلعبها كتير. وتخش مدرسة مش فاهمة حاجة في الكمبيوتر، تخش تقول لك دوس كليك يمين وكليك شمال. آه، يعني انا لو نزلت السايبر انا فاهم عنها يعني. تمام. بس هي آه، حاجة جت من الجيل، انا حرفيا انا واحد لما مش من الناس اللي كبروا عندهم كمبيوتر في البيت من وهم صغيرين. انا جبته على، يعني انا فاكر لما جبته، فاكر لما بدأ في حياتي ان انا يبقى فيه جهاز والكلام ده كله. بس اللي هو انا اتعلمته من الجيل ومن قعدتي عليه، مش من المدرسة. مش من فهي المدرسة. الموضوع موضوع جيل، مش موضوع المدرسة دلوقتي في مصر بقى فيها تكنولوجيا، وبدأت بعد الكورونا، لان احنا ده اتحطينا في حقيقي، الموقف ده. عشان إحنا اتحطّينا في كُلّه في الأونلاين، بقينا احنا كُلّه خلاص أونلاين بقينا ما بقيناش نقعد. مجبورين ان احنا إمم، نستعمل التكنولوجيا. لكن مش اللي ده هو ايه، حقيقي. احنا ابتكرنا ان احنا نستعمل التكنولوجيا. احنا يوم ما جابوا عندنا شاشة في المدرسة ما كانوش بيستعملوها، ما كانوش يا اسطى بيستعملوها. يا اسطى الحوار دوت بقى رخم أوي. ويعني ايه الكمبيوتر كمان مدرس دين يخش حاجات. لك يشغل لك قصص الانبياء ويقعد؟ انا عايز افهم الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني انت ايه كده بجد؟ انت كده انت كده هتخلينا ندخل على السؤال اللي بعده. لا، تمام. استنى استنى، اللي انا مش هو هعدي الحتة دي. انت كده فرقت ايه عن امي؟ يعني لما امي تجيب لي كتاب عن قصص الانبياء، او تفرجني على قصص الانبياء بالليل قبل ما انام، وانت تخش تشغلها لي في المدرسة، انا كده امي قاعدة بتذاكر لي مش قاعد مع مدرس. انا عايز افهم الموضوع كده ده. الشيخ يزعل في الحصة، طيب يعني كده هتقول على لا، بص، المدرس ان هو ما بص يا بيفهمش. جماعة، والله هو الموضوع، انا مع احترامي لجميع الاديان، مع احترامي لجميع الشيوخ، ومع احترامي لكل حاجة. ده بس حقك انا على من حضرتك. الاشخاص اللي هو ايه،
هتقول لي حاجة مش هتخش دماغي، هسألك. ما ينفعش تجادلني في ان انا بسألك كشيخ، ما ده ينفعش. حقيقي. يعني انا طفل ده ولسه حقيقي. بتعلم ديني، فما ينفعش تجادلني في الموضوع ده، لان في الاخر هوصل لملخص ايه؟ خلاص انا عايز اي حاجة مش هجيلك، هقعد بقى افكر واخلي دماغي مم. تسوحني. فاهم؟ انا ربنا رزقني باهل قالوا لي إيه، لما تبقى عايز حاجة روح للشيخ كذا واسأله. مم. فانا ربنا رزقني في ناس تانية هيسمعوا كلمة زي كده من مدرس دين، دماغهم هتسوحهم وهيروح في حتة تانية. فما ينفعش تجادلني او تخش عشان انت داخل بالذات في وقتنا ده المدرسين اصلا بيخشوا يمضوا ويمشوا في المدارس الحكومة بالذات. في المدارس الخاصة بيخشوا يحللوا لقمتهم بقت وخلاص. خلاص، لا بقت خلاص فاهم؟ يعتبر اكنها امضى. انت اه. بتدخل تمضي. اه، فاللي هو انا ما بفهمش الموضوع ده، وانا كنت في المدرسة متمرد جدا، ما بحبش مم. اسمع حاجة مش فاهمها. وكان في مدرس تاريخ يا ابني ما بحبوش، ما بحبوش، بيدخل الفصل على وشه غضب ربنا. لو فاكرني انا اسمي مايز، تمام؟ لو فاكرني، انا عارف ان انا شكلي اتغير بس انا اسمي مايز واكيد هتفتكرني، كانش في غيري في المدرسة. ما بحبكش، وشك يقطع الخميرة من البيت. تبا لك ولأمثالك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طب بمناسبة المدرسين بقى، انا كان في مدرس عندي في ثانوية، تمام، كان لازم كل لما يجي يتكلم معايا يتفتف في وشي، بيغسل وشي حرفيا. اه، دي برضو كان في مدرسين معفنين بيغسل قوي، وشي. معفنين. تمام. لا هو يا اسطى يا اسطى كان لما بيجي يستعمل الموبايل حرفيا كان بيمسكه كده ميز، تمام، صدقني، تمام. الواد احمد انت تفتكر المدرس دوت، تمام، كان بيمسك الموبايل كده، كان بيقعد كده. ايه ده؟ حرفيا يا اسطى وماسك كان، جورنان. لا لا ده بجد هو فعلا يا اسطى كان بيعمل بلسانه، تمام، اكنها ورقه، فاهمني، وكان بيتعامل كده، تمام، دول غير اللي بقى كانوا ان هو بيعلمونا للدنيا عشان نطلع للدنيا. للدنيا بره. ايوه بالظبط، فاهمني. متوقعين بس مع ايه؟ ذلك، مع ذلك انا ما كنتش بعتمد عليه اصلا، فتمام يعني، انا ما كنتش معتمد على المدرس دوت، بالظبط، فتمام. بالظبط. يعني انا هقول لك على حاجه تمام. والله. يعني انا واحد برضو، امم. يعني تعال نخش في موضوع الدروس، الدروس امم. الخاصه. اه. آه انا واحد ما كنتش باخد دروس غير في حاجات معينه، امم. واي حد كان بيجي لي البيت او انا كنت بروح له السنتر، من احسن المدرسين. ولسه لحد دلوقتي عند بعض على الفيسبوك وبنكلم بعض لحد دلوقتي وبيكلموا اهلي لحد دلوقتي. امم. من احسن المدرسين اللي انا اتعاملت معاهم في الدنيا. امم. تمام. آه الناس دي بالذات انا كنت باخد دروس في الحتت دي، عشان هي دي الحتة اللي انا ضعيف فيها. تمام. اي حاجة بالنسبة لي تانية كنت بقعد اقراها قبلها، قبل الامتحان بساعتين، بخش انجح واطلع. نفس الحوار، كمل. فاهم؟ كمل الحوار دوت. ف فاللي هو ايه، الدروس كانت في الاول وسيلة. كان انا بالنسبة لي المدرسين اللي كانوا بيجولي البيت او انا كنت بروح لهم مع مجموعة من صحابي، كانوا بيخشوا في الفصل في المدرسة بيقولوا نفس اللي بيتقال في البيت. اللي بيشرحوا في المدرسة امم. هو اللي كان أمم. بيشرحوا لي في البيت. بس المشكلة تمام. مشكلة طالب، أنا واحد بحب أفهم أكتر وأنا قاعد معاه لوحدك. براحتي وأنا قاعد لوحدي، امم. واسال براحتي، مش وأسأل مش اسال براحتي كل بالظبط. شويه. امم. بس هو كمدرس بيعمل اللي عليه، واللي بيقدمه في المدرسة هو اللي بيقدمه في البيت. هي دي فعلا المدرسين اللي بجد على فكره، يعني بالظبط. انا هقول لك على حاجه. انا يعتبر عمتي برضك، تمام، مدرسه رياضه، تمام. تمام، هي اللي مسكتني حرفيا في الرياضه يمكن من ابتدائي لحد ما دخلت جامعه وكملت جامعه بعد جامعه، خلاص بقى خلاص، فهي مسكاني الموضوع ده كله، مهم. تمام. آه في ايه تاني، في مدرسه برضك عندي كيمياء، كانت كيمياء، تمام، لا يا رب، فيزياء، فيزياء مش كيمياء،
كانت فيزياء. انا من النوع اللي ما كنتش بفهم الفيزياء خالص. فيزياء خالص ما كنتش بفهمها. حتى يعني انا كنت على فكره مش عارف في ناس تعرف الموضوع دوت ولا لا، انا كنت ثانويه عامه تمام، مش ثانويه عامه. بالنسبه لي ده مش عيب ولا غلط. المهم ان الفيزياء كانت بالنسبه لي تقيله على قلبي حرفيا. انا كنت بحب دخلت مع الفيزياء. المدرسه ديت دخلت مع المدرسه ديت مع انها على فكره الفيزياء اصلا فيها جزء برضك من الرياضه. تمام. جزء كبير من وبت... الرياضة. بت... بتحب برضك المعادلات والكلام دوت، فيعتبر سهله. بس انا ما كنتش بعرف اتعامل مع الفيزياء مم. خالص نهائي. تمام. فالمدرسه ديت الوحيده هي اللي قدرت تحببني في الفيزياء منها. تمام. تمام. فديت تتحط فوق الراس حرفيا. مم. في مدرسة تاني برضك وديت كانت معايا في ابتدائي. تمام. وكملت معايا جزء في اعدادي، الانجليزي. وبعد كده كرهت تاني الانجليزي. ما انا يعني عارف. انا يعني انا بايز انا قلتها لك مليون الف مره. انا لو انا كنت كملت في الانجليزي من وانا صغير من ابتدائي كان الموضوع هيفرق معايا دلوقتي في الانجليزي. على فكره للي ما يعرفش، اما انا بقعد مع مايز وهو بيتكلم معايا بالانجليزي انا بفهمه لكن ما بعرفش ارد عليه. تمام. وديت اكتر مشكله عندي. دي مع ان على فكره بالذات في باله. بالذات في مع ان على فكره انا ممكن عادي ممكن انزل اخد كورس وممكن اتعامل وممكن اعرف. وعلى فكره مرات اخويا برضك. تمام. مرات اخويا مدرسه دي انا انجليزي قعدت فممكن تقعد معاها. معايا. حد تمام. حد في الانجليش تحفة. دي انا فانا قعدت معاها ممكن عادي ان القصة. هي برضك ممكن تعلمني الانجليزي واقعد معاها ونتكلم انجليزي مع بعض. مم. تمام. بس انا مش عارف. وهي كمان برضك ممكن ما تبقاش فاضيه قوي برضك عشان هي مضغوطه لا، اليومين ده دول كله كوم. ولما دخلت فاكر البنت اللي دخلت معانا اه فالو من يومين. اه انا قاعد. الصراحه هو قاعد عمال بيتكلم معاها البيه. تمام. ماشي. عمال بيتكلم معاها وبتاع وهي اصلا صوتها انمي. صوتها زي صوت الانمي كده شويه. البنت طالعة من كرتون. ف ماشي. نرجع تاني سيبك من فالو دلوقتي والكلام دوت. المدرسين لا، من ناحيه المدرسين هو فعلا في مدرسين جدا 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 كويسين جدا وبيلتزموا باللي هم المفروض يتعلمون. ان احنا فعلا لازم نعلم الولاد بتاعنا ولازم نهتم بيهم ولازم فعلا نوصل لهم المعلومة سواء في درس عشان بيدفعوا لي فلوس او في المدرسة. فدول يتحطوا فوق الراس صراحة ويحترموا. انما دلوقتي اللي انا اعرفه ان مدرسين هم الثانوية عامة اكتر اللي بيبقوا مش كويسين. تمام. مش ملتزمين بكلمتهم. بمعنى ايه؟ ان انا معتمد بس على الدروس الخصوصيه او الدروس بشكل عام اللي في السنتر او في الخصوصيه. تمام. هي دي المشكلة ان معظم المدرسين دلوقتي، امم يعني زي ما قلت لك قبل كده، الدروس بالنسبة للطلاب وللمدرسين كان مجرد وسيلة مساعدة. امم تمام. امم لكن دلوقتي بقى جزء بقى بيزنس. كبير، صغير وكبير، بقى ده الأساس. وبقى بيزنس بالاخص. تمام. حط في دماغك ان هو بقى بيزنس. تمام. وبعدين اكتشفت أصلا إن دلوقتي بقى في ناس كتير قوي شايفة إن المدرسة نفسها ملهاش لازمة. أنا بالنسبة لي أقول لك المدرسة ليها لازمة، الجامعة لأ. امم تمام. لسبب واحد، الجامعة انت بتتخصص في مجال واحد هتشتغل فيه بقية حياتك. الجامعة مش مجرد شهادة، مش مجرد ورقة انت بتتعامل بيها. يمكن في مصر بسبب التفكير العقيم هي اللي بتمشيك في الدنيا، بس مش هي ده اللي شهادتي. بتحدد حياتك، او مش هي الورقة اللي هتخلي لما تيجي تتقدم لواحدة اهلها يقبلوك، مش قابلينك ينعل ميتين ابوهم بيها هي كمان عادي. تمام. والله ما يا اسطى ما تلبخش. انا عايز اتجوز من والله يا يعني. اسطى طب بالراحه والله يا اقول اسطى. لك على حاجه، والله. طب بص،
انا دلوقتي لما خدت الشهاده مم. بتاعت الثانويه اللي انا قلت لك عليها، انا قعدت سنتين ما دخلتش الجامعه. قعدت سنتين، انا خدت مم. الشهاده قلت اريح بقى، فاهم، اشتغل. تمام. قسما بالله يا بشوي، انا في السنتين دول عملت فلوس اكتر مم. من بعد ما خدت الشهاده. مم. تمام. وعلى فكره انا قعدت السنتين دول مش عايز. انا قعدت السنتين دول بشوف انا عايز اخش ايه. انا واحد كان دايما نفسه يخش هندسه، من وانا صغير نفسي اخش هندسه. دخلت تمام. الهندسه، ما جاتش معايا. قعدت سنه فيها، ما جاتش معايا. مش هو ده اللي انا عايزه، مش هو ده الحلم اللي انا عايزه. ودخلت طيران، لقيتها بفلوس كتير قوي، قلت لا، مش هينفع. تمام. تمام. بعد نو كده ماني. بعد كده لفيت بيزنس وماركتنج. لبست في دي بقى. فاهم، قلت هو ده اه اللي انا عايزه، هي دي الدماغ اللي انا عايزها. انا احب ابيع. انا احب ابيع. انا انت احب بتبيع بالكلام، انا انت احب بتعرف ابيع واسوي. تتكلم. اه انت بتعرف تتكلم. ايوه. انا احب ابيع، انا اعرف ابيع، دخلني في البيع ابيع لك. اه ما عنديش هو من مشكله. ناحية بيبيع يا جماعة، هو بيبيع الصراحة، بيبيع في بنات فالو الصراحة. كمل كمل واصحابي كمان كمل. ببيع. بعت صحابي خد يا تمام. ف... كمل فاللي كمل. هو هي مش معنى ان انت مش حابب حاجة يبقى ما ينفعش تستنى. مم. المشكلة الوحيدة في مصر ان واحد، القطيع كله ماشي كده. القطيع كله ماشي كده. مدرسة، جامعة، جيش، وبعد كده تخرج من بعد الجيش كده تلاقي جواز نفسك بقى راجل وفلوس. مسن. وبعد اه كده تبتدي تتجوز وانت طبعا ما امنتش ايوه مستقبلك، فتتجوز ايوه. وتطلق لا لا وتخلعك، لا لا فاهم، لا، وحاجات ويلا كتير يلا كده، يلا يلا فاهم. يلا تتجوز ويبقى عليك قروض، او يبقى عليك التزامات، وعليك حاجات لازم تدفعها. تمام. بعد كده تموت من الحسرة على ان انت مش عارف تسدد فلوسك. تمام. بعد كده تموت بقى، خلاص بقى، شكرا. لمجرد ان هي دي ايه. الحياة. فاللي هو انت تبقى عايش مخنوق ومتضايق ومتخزوق كتير. ولا ميز، انا هسألك سؤال. يسأل يا فاكر حبيبي. انت زمان، كانت امهاتنا او معظمهم، او ممكن اغلبيتهم الكتيرة، تمام، كلهم، مهم، السؤال يا اسطى، تمام، انت هترتاح يا حبيبي، تمام، امتى؟ هترتاح لما تدخل اعدادي، هترتاح لما تدخل جامعة، تمام، لما تخلص الجامعة هترتاح، تمام. طب استنى. السؤال طب استنى. السؤال هقول لك السؤال هقول دوت، لك تمام، السؤال دوت، انت ارتحت؟ بذمتك انت ارتحت؟ هقول لك هقول لك والله. بذمتك؟ هقول لك انا حرفيا اتقالت لي الجمله دي قبل كده. قلت والله العظيم ايه اتقالت لي ده؟ الجمله دي قبل كده. كان ردي عليها: طب ما انت كبير اهو ومخلص كل حاجه ومش مرتاح. مش مرتاح؟ ايه اللي هيثبت لي ان انا ارتاح لما اوصل لسنك او لما اخلص ليه؟ ما انت اقنعني. يعني ما انت اقنعني. لا قررت لا لا لا، تنصحني، اقنعني. هي كانت اكتر من الامهات. ايوه، من الامهات، فاهم. تمام. من الامهات يا حبيبي، ما تقلقش، هترتاح هترتاح. هم كانوا غالبا راحتهم يا اسطى ان هم كانوا يقصدوا عليها، تمام، ان احنا هنرتاح على الكرسي، هنرتاح من الشلل كده يعني، هنرتاح طيب. هنرتاح خالص، او هنموت مرتاحين، حاجه زي كده. طيب احنا عمالين اه نتكلم على مثلا على وقت معين لحد مثلا اه وقتنا احنا. اه تمام. في اخر 8 سنين دول امم ابتدت الدنيا كلها تشقلب على بعض بعد الكورونا والكلام ده كله. فانا امم شايف ان دلوقتي، وانت برضه صحح لي لو انا غلط، انا شايف امم ان الوسيلة في التعليم اتغيرت. بقى فيها تكنولوجيا زيادة، بقى فيها سيستم جديد، بقى فيه مش عارف ايه. بس العقلية العقيمة لسه زي ما هي. من تشمل طلاب، تمام. اهالي، مدرسين. مدرسين. مم. هل انا صح ولا غلط؟ انت معاك حق في النقطه دي، انت صح في النقطه دي، بس اللي انا شايفه هي من ناحيه التكنولوجيا، هي فعلا فيها تكنولوجيا جدا، وده بقى اكتر من بعد الكورونا، ظهر اكتر هاي من بعد الكورونا. هاي ماشي. آه
من ناحية بقى المنظمة نفسها، تمام، هي اللي المشكلة فيها. يعني اللي أنا شايفه إن مش الطالب، تمام، أو مش المدرس، أو مش الحاجة، أنا شايف المنظمة نفسها. هي المنظمة نفسها لو هي فهمت وعرفت إن الطالب محتاج إيه عشان يفهمه، هي دي اللي هتسهل علينا أكتر. يعني أنا مش عارف إن ده صح ولا غلط لو إحنا مثلا عملنا إن التعليم ما يبقاش موحد. يعني ما يبقاش مجرد إن إحنا بس هو منهج واحد بيمشي عليه السنة ديّة، تمام، عشان خاطر ده اللي أنت المفروض تاخده، مش المنهج ده بس. طب ما أنت تشوف الطالب بتاعك، تمام، وممكن الطالب دوّة هو اللي يعرف يستفاد من الحاجة ديّة، ويعرف يفيدك أنت كبلد. أنت ما فاهمني أو هو ده مترجم برضو كلامي؟ ما هو ده برضو هيرجعنا لنقطة ايه، هيرجعنا إمم، لنقطة. انا ما عنديش مشكلة ان المنهج يبقى طبيعي، المنهج الموحد في المدارس كلها ده ما ماشي، يتغيرش، بس اللي ماشي، يتغير ايه، اللي يتغير ايه، ما إمم، حسسش الطالب ان المنهج ده هو اللي واقف عليه حياته. ما حسسش الطالب ان انا هخليه يذاكر كل السنين دي ويجي في الاخر انا اللي اقول له يخش ايه. هو ده بقى، هي دي بقى اللي أنا باتكلم عليها برضك، هي ديّة اللي أنا باقول لك عليها، إن أنا أنت يا عم ماشي، المنهج يا عم موحّد وكل حاجة، بس أنا برضك في نفس الوقت لو أنا علّمت الطالب دوّة حاجة هو قادر يستوعبها في دماغه، تمام، هيأت له الجو فيها علشان يدخل الجامعة مرتاح، تمام، ويقدر إن هو يكمّل في تعليم الحاجة ديّة، ده اللي يفرق. هي دي بقى المنظمة اللي أنا قصدي عليها، فاهمني؟ المنهج فيه جزء منّه، تمام، لو اتغيّر أظن بص انا إن ده معاك، هو هيبقى حلو. في حاجات كتير قوي في المنهج بتاعنا ملهاش لازمه بالضبط، بصراحه. يعني انا تمام. انا شايف ان في حاجات كتير قوي فعلا ملهاش لازمه، يعني ما أنا بتضيفليش وكانت حاجه، انا فاهم، ما انا ما بتضيفش، ما بتضيفليش حاجه. بتضيفش. على فكرة في كانت زمان اللي هي الحاجات، بس مش عارف ديّة لسه موجودة دلوقتي والّا لأ، اللي هي الزراعة، التربية الزراعية والحاجات اللي هي التدبير المنزلي، تمام، هي دي كانت موجوده والصناعة، عندنا لحد تقريبا تانية اعدادي، بعد كده فعلا ما خدناهاش ماشي، تاني. فاهمني؟ الحاجات ديّة دي عملية أكتر، وتقدر إن هي تستفاد منها أكتر، احنا حرفيا يا تمام، بيشو كان في آه ارض زراعيه إمم، قدام المدرسه، كبيره أيوه، جدا، وكانت مملوكة لفلاحين كانوا بيزرعوا إمم، فيها، كنا بنشوفهم وهم أيوه، أيوه، بيزرعوا فيها. المدرسة كانت عاملة تعاقد معاهم إن إحنا نروح ويعلمونا، ويعلمونا، فكنا حرفيا إمم، بنعدي الشارع نبقى في الأرض، إمم، فاهم. أيوه، قعدنا سنين على كده، وجت في إمم. وقت معين اتقطعت، وكل المكان ده بقى ده اتبنت مباني. هو ده بقى اللي أنا باتكلّم فيه، تمام، إن إحنا لو إحنا كمّلوا في الحاجات ديّة، تمام، وبالذات يا عم هاقول لك يا عم ممكن مش لإعدادي، يا عم ابتدائي، تمام، يكمّلوا فعلًا فيها في ابتدائي، يكمّلوا فعلًا فيها جزء في إعدادي، تمام، الموضوع ده هيفرق. على الأقل الطالب اللي أنتم بتطلّعوه على الأقل تدّوا له حاجة عملية، مش بس كُلّه حفظ، مش بس كُلّه منهج كلامي. المدرس نَفْسه لو هو فاهم، ماشي، تمام، هيعمل زي جدك كده، هيقدر إن هو يوصّل لك المعلومة عن طريق قصص أو عن طريق الفهم دوّة، تمام. المنهج أنا شايفه، يعني أنا هاكلّمك عن المُدرّسة اللي هي الفيزيا اللي أنا قُلت لك عليها. أنا ما كنتش باحب الفيزيا زي ما أنا قُلت لك، تمام. الفكرة كُلّها إن هي كانت بتبسّط الشرح، تمام، عن طريق مثلًا حكاية، عن طريق مثلًا حاجة بتحصل، حاجة فعلًا إحنا بنعملها مثلًا في يومنا الطبيعي، هي كانت بتبسّط الحاجة ديّة بالشكل دوّة، تمام، حقيقي. إن هو بتاخد مثال أنت بتعمله كل يوم، تمام، هو ده بالنسبة لنا الفيزيا، عشان كده أنا استوعبت الدنيا وكنت فاهم معاها أكتر، مهم. فاهمني، مش مجرد حاجة حفظ احفظها هي كده، لأ، المدرس ده أنا باكرهه على فكرة، إن هو يقول لك احفظها هي كده، ودول أكتر هتلاقيهم في العربي.
هيقول لك لا هي انت كده. عارف انا اكتر دول كنت قذر. بلاقيهم فين؟ مم. في الماث او في الرياضة. لا، انا انا كنت عشان كده انا بقول لك ان الرياضه تمام، انا لا هقول لك فهمتها مش في ليه. الرياضة، مش في الرياضة، في الجيومتري. ممكن التاريخ، في الجيومتري. ممكن جيومتري. اه امم. تمام. في الجيومتري كان بيبقى فيه قوانين معينة عشان امم. تطلع الضلع ده او تطلع الانجل ده، فاهم؟ تمام. آه، انا ما كانش ينفع تقول لي الفورمولا دي او الاسطمبة دي وتقول لي عوض في القانون وطلع النتيجة. انا ما كانش ينفع تقول لي كده، امم. مش هحفظها. فهمني دي اتعملت ازاي، ليه احط ده في ده يطلع لي ده ليه، فاهم؟ وال90 درجه وال180 والكلام دوت. اه في الكلام ده فيجي المدرس مم. يقول لك احفظها كده. لا مش هحفظها كده، مش هحفظ، مش هي دي هحفظها، بقى مش عند، مش هتخش دماغي. هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها، ان هو الشرح نفسه هو اللي بيختلف من مدرس لمدرس. تمام. هو ده طبيعي، بس اللي مش طبيعي ان المدرس ما يبقاش هو اللي فاهم. انت ممكن اه انت تصدق بسؤالك دوت. اتقالت لي قبل كده، والله اتقالت لي تمام. قبل كده من مدرس، بسأله هي انا مش ليه كده، فاهمها، قال لي انا معرفش هي كده. بس هي كده. فلما انت هو ده نفسك بقى اللي مش مش فاهم طبيعي. مادتك انا هفهمها ليه؟ بالظبط، ده بقى اللي يخليك تكره المادة اصلا، انا وتكره اكره المادة ان واكره انت. المدرس واكره التعليم كله لما بالظبط. التعليم نفسه مش فاهم بالظبط، نفسه، افهمه انا ليه؟ دي بقى اللي انا فاهم؟ بتكلم عشان عليه. كده انا كنت انت بحب المدرس انا كنت بحب حصة الفلسفة، حصة ايه؟ مع اني كنت علمي بس كنت بحبها. حصة ايه يا حبيبي عشان أنا ما سمعتش؟ فلسفة. فلسفة. لا، انا الحمد لله ما خدتش انا فلسفة. الوحيد اللي كنت بحب الحصة دي. الوحيد في الدفعة كلها اللي كان بيحب الحصة دي. عارف والله بجد، يعني انا نفسي والله بجد كان الواد اسلامي يبقى معانا هنا دلوقتي. عارف ليه؟ اسلام يبقى معانا كده؟ اه، عارف ليه؟ ليه يا عم؟ الوحيد تمام اللي هاخد منه كمية ماتيريال عن ان هو قد ايه بيكره التعليم. اسلام ماتيريال يخلي محدش يتفرج علينا. حلو. حلو. بس مش حلو للمشاهد. احنا هو حلو ناقصين يا لينا ابني، كماتيريال. احنا ناقصين يا ابني، كفاية اللي احنا فيه، كفاية اللي احنا فيه. لا 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 لا، هو بجد يا اسطى، هو بجد هو في ناس كتيرة قوي عدت لو من وحشك قوي التعليم كده بدون هنخلص تربط. ونروح له. لا خلاص. لا لا، مين ده؟ مين اللي وحشني عنه ما قعدت معاه؟ هي ناقصة، ناقصة قرف. مش فاهم انا. بحبك يا اسلام، بس هو الشغل شغل، معلش انا يعني. ما بحبكش. المهم، كداب قوي الواد دوت على فكرة، بدليل ان هو اصلا بيجي يشتمك كل يوم، فمعنى كده ان هو بيحبك. معنى كده ان هو بيحبك الصراحة. المهم، احنا بنتكلم في التعليم بشكل عام. التعليم في مصر فيه بشكل حاجات عام حلوة زي ما قلت، وفي حاجات زي ما قلنا تفكيرا عقيمة. وبرضه على فكرة هنا برضه، يعني هنا برضه في التعليم في حاجات تفكيريا عقيمة جدا، وفي حاجات تنفع مم. تمام في الناس وفي الدراسة وفي قوانين تانية كتير. في حاجات عقيمة وفي حاجات عادية، فاهم؟ فكل بلد فيها الحلو وفيها الوحش. فيها الحلو وفيها الوحش فعلا. الفرق انت اللي بتختار ايه الحلو لنفسك، ومحدش يقول انا قادر انت مش قادر والكلام ده كله، لا. اللي انا اعرفه ان انت لو عايز تعمل حاجة في الوقت اللي احنا فيه ده تقدر تعملها من مكانك. لو مش قادر تروح المكان، او تحاول تروح المكان اللي انت عايزه عشان تعمل الحاجة اللي انت نفسك فيها بأي طريقة. ده اللي انا اعرفه. مم. ومش هقولك ان انا مبسوط عندي هنا، بس كل واحد يشوفها بطريقته. بس هي الفرصة الوحيدة اللي كانت قدامي، لان انا لو كنت في مصر مش عارف اعمل حاجة. فاكر انت السؤال اللي انت قلت لي عليه تمام قبل ما نصور الحلقة؟ سؤال ايه؟ اه خلي السؤال ده، ما ده خلي خلي السؤال ده السؤال ده للناس. خلي للناس. السؤال الناس ده ترد عليه في طيب. الكومنتات. ده لو حد بيكتب كومنتات، لان مفيش غير امي اللي بتعمل كومنت. عشان انا بالظبط، يعني الموضوع انا ده مش فاهم انتوا ليه مش عايزين، يعني مش عايزين تعملوا ليه كومنت يا جدعان؟ مفيش غير في امي ايه؟ اللي بتخش تمسي علينا بكومنت. ما حد يكتب حاجه. بتمسي علينا بقلوب. قولوا لنا كده في الكومنتات. امتحان دخلته ما كانتش لجنه، كانت
مدعكة جوه. اكنك حرب، اكنك حرب، انت كانت داخل حرب عركة جوه بتخوض الحرب دوت. ف انا بالنسبة لي ومش اي حرب امتحان كان فيه نحو كان بيبقى بالنسبة لي عركة جوه، كنتش بحب النحو عركة، خالص. انت بتدخل تعارك مع النحو. انا ما كنت انا كنت في امتحان العربي بحل موضوع التعبير امم بس. بتحل التعبير بس؟ اه الباقي لا كله يا كان عم في انا واحد بحل صاحبي. ادب بس يا عم، بكمل اصل بص عادي. اقول لك على حاجه، انا في الامتحانات كلها انا اسمي مايز، وكان في واحد صاحبي اسمه ماجد. تمام. امم امم فاحنا ميم الف احنا الاتنين. دايما مع بعض. فاحنا ما فيش امتحان من اول لما بدأنا نمتحن لحد ما خلصنا دراسة احنا مش قاعدين قدام بعض. امم فاهم؟ دايما مع بعض. الاسمين الاتنين مش كتير تلاقيهم. اللي هو ميم الف ميم كأبجدية، ميم الف الف مايز بعد كده وماجد. حاجة. فاهم؟ مفيش اي حاجة بعد كده. فاحنا حرفيا كنا بنحل سوا. امم فاهم؟ فاللي هو انا بالنسبه لي انا عمري ما شلت هم امتحانات. انا بالنسبه لي الامتحان ما ده شاء الله، كان بيغش اهو بيعترف. كمل اه عادي. كمل كمل بنساعد كمل بعض. من كمل. غشنا فليس بتساعد منا. بعض، ايوه 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 تعملوش ايوه زيي يا بنساعد. جماعه. استنى استنى عشان بس بساعد هنا الولد دوت شوية. ما طب تعملوش ولا زيي، قوي. بس اللي هو انا بالنسبه لي كنت شايف مش عشان حضرتك قررت تحطنا وتمتحنا فانا ما اخترتش ده، اهلي دخلوني المدرسه. زي ما احنا قلنا كده. الختام بتاعنا الحمد لله على كده. عشان ايه كده كفايه قوي علينا. زي ما احنا قلنا ان التعليم كويس عادي في مصر، ووحش وحلو كل حاجه. بس آم، يستحسن يعني ان هو يتحسن شويه. تمام. دي من وجهة نظرنا المتواضعة، مع يعني حاجة كده بسيطة سيمبل النهاردة. سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات على الحلقة، وردوا على السؤال دوت. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وكده تمام. اشوفكم في الحلقه الجايه اشوفكم الجمعه على خير. الجايه الساعه 12. سلام. سلام.